تعمل ايه لو حصل ماس في شاحن الموبايل. اول حاجه ما تلمسش الشاحن بايدك مباشره. اكتر غلطه بتحصل وقت الماس ان الشخص بيتوتر ويقوم على طول يمد ايده على الشاحن او الفيشه عشان يفصله بسرعه، وهو مش واخد باله ان ممكن في اللحظه دي يكون الكهرباء لسه ماشيه في السلك، وبمجرد ما يلمسه ممكن يتكهرب او يتحرق. اول ما تحس بريحه سخونه او تسمع صوت طقه ابعد عن الشاحن فورا. لو في مفتاح بيغذي الفيشه افصله الاول، لو مفيش استخدم قطعه قماش ناشفه او اي حاجه عازله زي خشبه او حتى شوز. تاني حاجه افصل الشاحن من الفيشه مش من الموبايل، لانك كده بتنقل المشكله لجهازك، والموبايل نفسه ممكن يسخن بسرعه جدا او يصدمك بالكهرباء لو الشاحن فيه ماس داخلي، خصوصا لو جسم الموبايل معدني. بعد ما تتاكد ان الكهرباء اتفصلت شيل الموبايل من السلك. دايما افصل الخطر من مصدره مش من اخره. تالت حاجه ابعد اي حاجه قابله للاشتعال من المكان. بص حواليك كويس في ايه حوالين الشاحن، ملايه، مفروشات، كيس بلاستيك، ورق او كتب، ستاره قريبه، كل الحاجات دي ممكن تولع في لحظه لو جاتها شراره او لمست حتى سلك سخن. رابع حاجه لو حصل شراره او دخان اتصرف صح. اول ما تشوف شراره طالعه من الشاحن او ريحه بلاستيك بيولع او دخان خفيف طالع ما تتفزعش، بس كمان ما تتاخرش. ابعد عن الموبايل والشاحن مسافه امان، سيبه في مكانه، ما تحاولش تشيله او تطفيه بايدك لو بدا يولع. خليه على سطح مش قابل للاشتعال زي سيراميك او ارضيه بلاط. لو الشراره كبرت او حتى حصل لهيب صغير استخدم طفايه الحريق لو عندك، او رش رمل او تراب. لو مفيش طفايه ما ترشش ميه ابدا، الميه على كهرباء يعني كارثه. وافتح الشباك عشان الدخان يطلع منه.